في فيديو النهاردة هنشوف ازاي نقدر نعمل ايس كريم في البيت بمكونات سهلة وبسيطة، وانه هيطلع معانا بطعم رائع وقوامه زي قوام الايس كريم الاصلي بالظبط، من غير ما نستخدم حليب مكثف محلى ولا مكنة. من الاخر كده بدون تعقيدات خالص، المهم انه هيطلع معانا كريمي وناعم زي قوام الايس كريم الاصلي. النهاردة هنعمله مع بعض بمنتهى السهولة والبساطة. هنعمل نوعين من الايس كريم، ايس كريم الكراميل وبقلاوة الايس كريم او ايس كريم البقلاوة. هنشوف مع بعض، وقبل ما تبتدي الفيديو لايك وشير للفيديو كتير. معانا هنا لتر من اللبن او الحليب، هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، ومعانا 2 مغلف من الكريم كراميل. النهاردة هنحول الكريم كراميل لايس كريم، وبجد هيطلع رائع. وهنقلبهم كويس جدا، وهناخد بقى البولة بتاعتنا دي او الحلة بتاعتنا ونرفعها على النار مع التقليب المستمر. بس المهم عندنا ان هي ما تغليش، اول ما تبتدي تغلي نرفعها من على النار على طول. وهفضيها في بولة تانية وهحطها في التلاجة تبرد. تمام. نيجي للخطوة التانية بقى، هنحضر البقلاوة. طبقات بقلاوة هنحتاج لها 4 طبقات بس من الجلاش، وتقدري تعمليها زي ما انا هعمل كده، تفردي الطبقات وهحط فيها سوداني مطحون، رشيت عليه رشة قرفة زي ما شفتوا، ومعلقة كبيرة من السكر. هندهنه بالسمنة أو الزبدة كده زي ما انتوا شايفين، وهنرش عليه الحشو بتاعتنا. تقدروا تعملوه كده أو تقدروا تكشكشوه عادي، أو تعمليها اللي هي اسمها ايه، زي السوستة كده، اللي هي زي المكشكشة. تمام. وتحطيها في الصينية وتسويها في الفرن. تمام. أنا جبت فكرة الآيس كريم البقلاوة دي من بقلاوة الآيس كريم التركية، اللي هما بيسووا البقلاوة عادي ويفتحوها من النص ويحشوها بالآيس كريم. فأنا قلت بقى ايه يعني، أعمل حاجة كده أتفزلك بيها. لأ، احنا نعمل طبقات كده من الجلاش، من البقلاوة، تكون متحمصة كده حلو، واخدة لون جميل يعني. ونفتتها كده أو نكسرها ونحطها في الآيس كريم. بجد خطير جدا جدا. وحطيت له كمان هحط له كمان إضافة تانية هتخليه يعني آيس كريم بنكهة عربية. هنا دخلته الفرن، وما ننسى يعني ما تسيبهوش كتير في الفرن، عشان انا اتلسع مني في الحته اللي انتوا شايفينها دي كده، عشان اللون ما يغمقش منكم. انا غطيته بالصاج التاني عشان انا مش عايزه الطبقات تعلى. فاهميني؟ زي ما بنعمل صينيه البقلاوه او الجلاش بتاخد بتنفخ كده في الفرن، لا انا مش عايزاها تعلى. بس هنسقيها بالشربات بتاعنا، وهنكسرها زي ما انتوا شايفين كده. كده كمان كبير، هنكسرها تاني صغير. خطير بجد يا جماعة. النكهة بتاعت البقلاوة دي رهيبة بجد بجد. هنيجي بقى للكراميل. أنا هنا معانا ربع كوباية من السكر، هحط عليها معلقتين من المية، نغطي بيها السكر كده ونحطها على النار لحد ما يتكرمل معانا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهنزل فيه عليه بالسوداني، نص كوباية من السوداني. تمام. هنقلبها كده كويس. لو فاكرين او شفتوا الفيديو بتاع حلاوة المولد، يعني نفس الخطوات بالظبط كده، بس مش هنحط طبعا بيكنج صودا. بس هنقلبها كده، وبعدين هفضيها على السيليكون، مفرش سيليكون، ونفردها كده بحيث اللي هي، عارفين اللي هو الكروكان، هي هتبقى كده طبقة من الكروكان. هنكسرها كده وندخلها في الايس كريم بتاعنا اللي هو بتاع الكراميل. تمام، عشان ما تتوهوش مني. بس هنفردها كده. الاسباتولا طرية جدا ومتعبة، بس هنسيبها تبرد. ونيجي بقى نكمل بقية الخطوات بتاعة الايس كريم. هنا اهو الكريم كراميل بتاعنا، ده اساس الايس كريم بعد ما برد في التلاجة. هنحط عليه 160 جرام من الكريم شانتيه. تمام. وهنضربه كده، مش هنضيف مية ولا اي سوائل. هنحط الكريم شانتيه وهنضرب. بصوا الكمية لحد ما هنضرب لحد ما الكمية بتاعتنا تتضاعف، يعني حجمها يزيد، البولة تتملي كده بالكريم كراميل، بالايس كريم بتاعنا. انا اسفة على اللخبطة. هنفضل نضرب لحد ما البولة كده ايه، زي ما انتوا شايفين كده، لونه فتح اكتر،
والبولة اتملت بالايس كريم. ادتنا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. بس هنخلطه كويس كده ما نتقلش القوام بتاعه قوي. وكده عرفنا ازاي نحول الكريم كراميل لايس كريم بمنتهى السهولة والبساطة. كل ما يبقى نفسنا في ايس كريم هاتي باكت كريم كراميل واعملي كده الخطوات وبقى عندك ايس كريم زي الفل، قوامه ناعم وكريمي زي الايس كريم الجاهز بالظبط. انا هنا قسمته هقسمه على الصينيتين دول. هنا بقى التركة اللي قلتلكوا عليها هتخلي نكهته نكهة ظريفة جدا وقريبة للايس كريم اللوتس لو حد جربه اللي هو المصري. تحفة. وهنحط عليها البقلاوة بتاعتنا اللي كسرناها كده ندخلها كده بشكل عشوائي فيها. بجد القرفة مع البقلاوة بجد بجد فوق الخيال. وهحط كده حبة على الوش من البقلاوة. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا، انا متأكدة انه هيعجبكم، متأكدة انه شكله فتح نفسكم يعني في اول الفيديو وهتجربوه ان شاء الله. بس هناخدها ندخلها الفريزر. ودي الصينية التانية القالب التاني هنحط فيه بقية الكمية. هننزل كل حاجة في البولة مش هنسيب اي حاجة. الايس كريم بتاعنا بقى غني كده وتحفة جدا جدا. هننزل بقى هنا اهي طبقة السوداني اللي حطيناها في الكراميل. انا كسرتها بالسكينة وهدخلها كده كويس في الايس كريم، في خليط الايس كريم بتاعنا. وبعدين هنجيب صوص كراميل. انا صوص الكراميل ده عاملاه في البيت وحاطاه في الازازة بتاعة الكراميل الجاهز. بس صراحة كان نفسي اصورهولكوا بس الفيديو كان هيبقى اطول من كده فما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. بس لو حابين يعني ممكن نعمل طريقته. وهندخلها كده برضو الكراميل بطريقة عشوائية كده في الايس كريم. وبس كده بقى عندنا ايس كريم بالكراميل وايس كريم بقلاوة او بقلاوة الايس كريم. الاتنين بجد طعمهم خطير، بجد بجد خطير فوق الخيال يعني يتخطى مرحلة الخيال. هنا اهو بعد ما طلعناه تاني يوم اما جمد انا بس انا بقى ايه عملت حسابي المرة دي طلعته قبلها بحبة عشان تشوفوا معايا القوام بتاعه ازاي كريمي وناعم. ده بتاع الكراميل يا جماعة، يعني يا ريتكم كنتوا معايا عشان تدوقوا وتتأكدوا من بجد من طعمه. بصوا مفهوش اي طعم للكريم كراميل نهائي، يعني ايس كريم بالظبط زي اللي بتشتريه من بره واحلى كمان. واللي عجبني كمان في الكراميل ده يعني هو قريب قوي للايس كريم بتاع باسكن روبنز اللي هو المقاطعة. اعملوه في البيت بقى وما تشتروش تاني. بس هو المختلف فيه ان هما بيحطوا فيه عين جمل، احنا حاطين فيه سوداني. وهما بيحطوا العين جمل كده من غير طبقة كراميل، احنا عملناه بطبق كراميل. وده البقلاوة بقى، ده بقى يعني فوق الخطورة. بصوا المعلقة باخد السكوب نطرت وقعت بره بس عادي ما يهمناش. ده بجد رهيب 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 يعني حتى لما دقوه عندي في البيت من غير ما اقول لهم هو طعمه ايه كله يعني قال لي هايل خالص. وقالوا لي طعمه قريب للايس كريم اللوتس. بصراحة الاتنين اجمد من بعض. يلا جربوهم وقولولي. اللي لسه ما يعرفنيش او بيتابعني جديد انا ريهام. استنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم. يلا سلام.